عسلامة الناس الكل، أشنى حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وخير. لهنا مش نعمل شوية هكا متاع السمسة. خذيت حسيل شوية لوز وشوية بفريوة، هروجتهم إخشان شوية معناتها بقاو كبار، نجموا ترحوهم على الآخر بودر بودر. ولهنا حطيت 4 مغارف معاهم سكر محور وخلطتهم، وبعد تالي مش نلمهم هكا بشوية ماء زهر ولا بشوية ماء ورد. وكان تعملوهم يعني كي يبدا هكا الفاكهة ترحوها على الآخر، تنجموا تعملوهم يعني كعابر هكا كويرات صغيرين مدورين، تحضروهم وبعد تبدو تعملوا. أنا حبيت هكا يعني خليهم هكا مهروشين خشي، وكي تبدا هكا مهروشة حتى من بعد تحسوها هكا محلاها معناتها تتقرمش في الماكلة. ولا زادا بودر زادا نعملها ساعات تجي بنينة زادا، أما بودر ونعملوها كويرات تجي أسهل من اللي عملت أنا هكا. حسيلو عملت كمية صغيرة أنا على هذاك، خليت الفاكهة كيكة دهنت هكا، ذوبت شوية زبدة ودهنت هكا الملصوقة، حسيلو 5 سنتي قصيتها، دهنت هكا ونحط هكا مغرفة ومتاع قهوة وشوي، وبعد نلمها هكا شوية هي بالسكر محور وبالزهر هكا يتلموا يعني حتى مش مهروشين يتلموا مع بعضهم. وبعد نثنوها يعني هكا مرة الأولى ومرة الثانية هكا نطلعوا هكا الشكل متاعك المثلث متاع الصمصة. وكل يفضل هذاك اللي تفضلك البات هذيك، ساعات تفضل هكا مربعة وساعات تجي يعني تخيونجل هكا باهية تدخل لكم. وبعد تشوفوا كيفاش نوريكم كعبة يعني كانت تبقى لكم في الآخر بكل هكا مربعة، يعني هكا تقصوها بالمقص تردوها هكا معناتها باش نجموا بعد تدخلوها وتجيكم معناتها حاجة معناتها سمحة وباهية. وهكا حضرت بحذاي البلاتو في بابي كويسون خاطر باش نطيبهم في الفور. وهكا نعمل الكعبات الكل نكملهم يعني بك الطريقة هذيك كيما عملت الكعبة الأولى، نحط هكا مغرفة وشوي ونثني، وفي الآخر بكل كان نشوفها زايدة برشا نقص بالمقص هكا معناتها في شكل متاع مثلث وندخلها ندنا هكا بشوية زبدة وندخلها ونشوف معناتها باش هكا تتسكر وما تتحلش وتجيكم هكا نظيفة ومرطوبة. ذوبت شوي كملتهم حسيل وحطيتهم في الفور على 160. هذا البلاتو الأولاني ومازالوا كعيبات أخرين نكمل نطيب فيهم. لهنا ذوبت شوية شوكولاتة بيضة هكا وشوية شوكولاتة هكا لهني معناتها كحلة هكا باش نغطسهم لهنا ونحطهم لهنا وبعد نزينهم بشوية هكا فستق. عملت كعيبات صغير ونيت أنا هكا بالفراشة. نحملهم هكا الشوكولاتة الزايدة هكا الشوكولاتة الذايبة الزايدة، نحو شوكولاتة الزايدة ونحطهم لهني هكا بسياسة فستقة هكا ونكملهم الكعبات الكليكا. وبعد تنجموا تعملهم شحور هكا تشحروهم تزينوهم هكا بشوية جلجلين، ولا تنجموا تعملوا هكا شوكولاتة بيضة وشوية الأخرى بالشوكولاتة الكحلة وتزينها بشوية فاكهة اللي يجي من فوق. نكملهم الكل اللي كنزينهم بعد نوريهم لكم. ولهنا كملتهم حسيلو الكعيبات هكا هذوما اللي مزينين بالشوكولاتة البيضاء ومعاهم شوية فستق، وهذوما اللي زينتهم بشوية شوكولاتة هكا. ذوبت الشوكولاتة في باماغين وحطيت لها هكاية زوز مغارف متاع زيت نباتي باش تعطينا الشوكولاتة أكل لمعة. وحسيلو هكا زينتو زادا كيف من فوق بشوية هكا فستق. وجاو نودكم ولا نشهيكم هكا في السهرية هكا ذوقت كعبة من البيضة والشوكولاتة الأخرى، بصراحة حاجة روعة. وحتى بالشحور زادوا بجلجلين تجيكم زادة بنينة، أما هكا نبدلوا شوية على الزينة معناتها كمية هكا صغيرة أنا عملت هكا تعملنا وتزيننا الطاولة نهار العيد. حسيلوا لهنا نوصل لنهاية الفيديو، ما تنسونيش الاشتراك في القناة وتحطوا لايك وتحطوا كومنتير، ومرحبا بكم الناس الكل وصحة شريبتكم الناس الكل.
وطوفي الأمان وبسلامة في فيديو جديدة إن شاء الله.